ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. صلوا على النبي حبايبي، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه. عايز القناه تكبر بيكم ان شاء الله. بصوا يا جماعه، ان شاء الله النهارده هنعمل سمك مكريل. هنعمله بالزيت والليمون، وهنعمل صينيه سمك بالفريك. تمام، كملوا معايا الفيديو ان شاء الله يعجبكم ونشوف هنعمل ايه. بصوا دي صينيه بتدخل الفرن. تمام. فرشت فرشه من تحت كده، حطيت لها بصل حلقات وطماطم وفلفل رومي. تمام. طيب، ده الطبق ده فيه ايه؟ فيه بقدونس فريش. تمام، بقدونس وتوم وهنملحه بفلفل وكمون وكزبره. دي بحط الكمون اهو. ادي الملح، وهنحط كزبره ناشفه. يبقى الطبق ده فيه بقدونس قطع صغير، توم، ملح، كمون، كزبرة ناشفة. حضرتك عايزة تفرمي مع التوم فلفل اخضر، مفيش مانع. مش حابين حضراتكم تفرموا معاه، خلاص مش هيضر يعني. تمام. هنقلب كده الخلطة دي كويس، وهنعصر عليها ليمون. تمام، عشان احنا هنعمل سمك بالزيت والليمون، فهنعصر ليمون على الخلطة دي اهو كده زي ما احنا شايفين. طيب، هنقلب الخلطة دي كده كلها كويس، وهنجيب السمكية بعد ما غسلناها وشلنا البطن اللي في البطن كله وغسلناها كويس. هنفتح السمكية كده اهو، هنشرحها شريحتين اهو زي ما احنا شايفين كده اهو. هنشرحها شريحتين. تمام. وبالتتبيله دي هحط في بطن السمكية، وهحط في الشريحتين اللي احنا حاطينهم في ظهر السمكية برضو. تمام. وكمان ينفع بالسمك البوري، هيبقى حلو جدا. بالسمك البوري هينفع، هيبقى حلو برضو جميل اهو. نملح السمكية كده كويس عشان التمليحة توصل للحم بتاعها من جوه. تمام، نملح السمكية كده كويس اهو. نحط واحدة عكس واحدة، عايزه تحطي كلهم زي بعض ماشي، بس انا حطيت واحده عكس واحده اهو زي ما شايفين كده. ادي بعد ما خلصنا الكميه اللي معانا. ده اللي انا ماسكاه ده شرايح ليمون، هحطها كده في الفتحات اللي احنا حاطينها. على فكره بعد ما دخلت الفرن الليمون ده نزل العصاره اللي فيه، كان حلو جدا في السمك برضو. تمام اهو كده. نحط شرايح الليمون كده. وبعد كده هنحط ايه بقى؟ هنحط عليها معلقتين زيت. هنحط على كل واحده كده معلقه زيت اهو. معايا زيت كده اهو، هنمشي عليها على كل واحده شويه زيت كده اهو، معلقه معلقتين اهو، لان ده سمك زيت وليمون. تمام. طيب، كويس خلاص كده هندخلها الفرن. طيب، ده السمك اللي هنعمله بالفريك. تمام. الطبق ده فيه توم، وفيه ملح وكمون. توم، ملح، كمون. تمام. هنقلب التتبيله دي كلها كويس. وده برضو سمك مكريل، انا قطعته جزل كده. وهنملحه من جوه اهو. نظبط بس الكادر اهو. هملحه بس من جوه كده. تمام. نملح كل السمك اللي معانا ده. حلوه جدا الصينيه دي حبايبي، جميله جدا. جربوها وان شاء الله هتعجبكم، وربنا يحسن ما بين ايديكم ان شاء الله، تعملوا احسن من كده بكتير. عايزه رايكم في الكومنتات لكل اللي يجربها، وما تنسوناش بقى بدعوه حلوه ان شاء الله كده ولكم بالمثل.
طيب هنرجع بقى للفيديو. بصوا، ده انا عفرت السمك تعفيره صغيره بالدقيق كده، دقيق بهارته بملح وكمون. تمام. عفرته كده تعفيره بسيطه، وحمرته في زيت. تمام. طيب ده كده عشان نعمل الفريك. حطيت شويه زيت في حله، وحطيت عليها بصلايه، قطعت بصلايه متوسطه. تمام. هسيب البصلايه تدبل، هسيبها لغايه لما تدبل. تمام. الخطوه دي حضرتك ممكن تستغني عنها. ده فلفل الوان، حابين تحطوه حطوه، مش حابين تحطوه ما تحطوش، يعني ممكن تستغنوا عنه الخطوه دي. انا كان عندي في الفريزر فحطيت منه. هو فلفل الالوان بيدي طعم حلو للاكل كمان يعني، ولكن لو مش متوفر عندكم ما تحطوهوش. تمام. هديهم كده تقليبه، تشوحوا تشويحه مع بعض. وده فريك. الفريك ده انا نقعاه قبل ما ابتدي في الشغل بساعتين، قبل ما ابتدي في الغدا بساعتين. تمام. نقعاه بميه سخنه وسايباه ساعتين في الميه. هدوس عليه، لقيته ان هو طري كده معايا كويس خالص، لا لقيته لسه ناشف، ممكن نديله غلوه على البوتاجاز. تمام. لو لقيته ناشف ممكن نديله غلوه على البوتاجاز، لكن انا لقيته طري ما عطيتوش غلوه ولا اي حاجه. لقيت دوست عليه كده بايدي لقيته طري، فحطيته مع البصل والفلفل اللي احنا بنشوح فيه ده. تمام. وهعمل ايه بقى؟ هنزل عليه بعصير طماطم. عصير طماطم ده انا مفرزاه في التلاجة. حضرتك عايزه تعملي طماطم فريش ماشي. عندكوا عصير طماطم متفرز برضه هيمشي الحال برضه. اهو ده عصير طماطم انا مفرزاه في الفريزر. تمام. طيب هنسيب كل الخلطة دي لغاية لما تتسبك مع بعض. تمام. طيب هنملح ايه بقى كده؟ هنا هنملح بيه ملح، كمون، فلفل اسود. ملح، كمون، فلفل اسود. تمام. نزود بس كده شوية مية. ادي البهار بتاعنا، ادي الكمون، و ادي الملح، وهنحط فلفل اسود. يا جماعه ما تنسوناش في اللايك. لو حضراتكم طلعتوا باي حاجه صغيره مستفيدينها من الفيديو ما تنسوناش في اللايك، وعايزين القناه تكبر كده، وعايزين الفيديو يعلى عشان اكتر عدد يشوفه ان شاء الله. ادي الفلفل الاسود. نديله تقليبه كده، وهنغطي عليه نسيبهم لغايه لما يتسبكوا مع بعض. اهو يا حبايبي. تمام. نغطي عليه لغايه لما يتسبكوا مع بعض. طيب ادي الفريك بعد ما تسبك. تمام. هجيب صينيه تدخل الفرن عند حضرتك، صينيه المونيا، صينيه بايركس، المتوفر عند حضرتك. تمام اهي صينيه تدخل الفرن كده. وهننزل الفريك ده في الصينيه. هننزل كل كميه الفريك دي اللي احنا عاملينها في الصينيه. لو حضرتك عدد الاسره اكتر من كده ممكن تكتري عادي. تمام. طيب هننزل كل كميه الفريك كده. تمام. هنعمل ايه بعد كده؟ هنحط عليها السمك. هنحط عليها السمك يا حبايبي. طيب وبعدين هندخلها الفرن تاخد وش كده. الصينيه دي جباره تحفه بجد اهو. بعد كده هندخلها الفرن تاخد وش كده حلوه جدا. عملت جنبيها شويه سلطه خضراء وجبنه طحينه و100 فل وعشرة اهو. حطها في الفرن كده اهو. شايفين ادي الغدا بتاعنا، صينيه السمك بالفريك وصينيه السمك بالزيت والليمون، حلوه جدا وطعمها جميل جدا. جربوها والله هتعجبكم ان شاء الله. شويه سلطه خضراء وشويه طحينه والغدا بتاعنا بقى اهو.
مع السلامة حبايبي، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.